احذر من أفكارك، من كتاب معركة الذهن لجويس ماير. إن أفعالنا وسلوكنا هي نتيجة مباشرة للي بنفكر فيه، وعشان كده لازم نفهم أهمية الأفكار اللي بنفكر فيها وأهمية الكلمات اللي بنقولها. دي المقدمة اللي ابتدى بيها الكاتب وقال إن التفكير الخاطئ بيدمر صاحبه وبيسجنه وبيتحكم في كل تصرفاته وكلامه، وإن شعب الله زمان بسبب تفكيرهم الخاطئ أخدوا 40 سنة في البرية في طريق بياخد 11 يوم بس. ووضح الكاتب بعض الأفكار الغلط اللي عانى منها شعب الله، وإحنا كمان بنعاني منها للأسف، بتدمر حياتنا. أول فكرة هي إن مستقبل الإنسان بيتحدد بماضيه وحاضره. فشعب الله كانت حياتهم مبنية على اللي شافوه في مصر وفي البرية، لكن ما قدروش يبصوا بعين الإيمان لمستقبلهم في أرض الموعد اللي وعدهم بيها ربنا، رغم إن ربنا كان بيوجه أنظارهم طول الوقت على المكان اللي هيروحوا ليه مش اللي جايين منه. وطبعا أفكارهم الغلط خلتهم متذمرين طول الوقت، وأوقات كتير بسبب ماضينا المؤلم والظروف الصعبة اللي بنمر بيها بنسجن نفسنا بأفكار مظلمة تجاه مستقبلنا. لكن بينصحك الكاتب إنك تغير طريقة تفكيرك، لأن لا يستحيل على الرب شيء، وهو خلق كل شيء من لا شيء. إذا اديته اللا شيء اللي عندك وكان عندك إيمان، وثق إن مستقبلك هيكون بين إيديه وهو ضامن الأفضل ليك. فكرة تانية قالها الكاتب إن أنا مش قد المسؤولية. كتير بنتحمس لما ربنا يطلب مننا نقوم بأمر معين، لكن بنختار ما نكملش لما ندرك إن الأمر بيتطلب أكتر من الحماسة. فكتير بيبتدي لكن مش بيكمل لأنهم مش عايزين يتحملوا مسؤولية الأمر. وبيشجعك الكاتب إن لما تواجه الفكرة دي افتكر إن ربنا اللي ادالك الأمر هيساعدك تتممه. اتشجع وغير طريقة تفكيرك وارمي الحمل على ربنا من غير ما تسيب مسؤوليتك، وافتكر إن ربنا مديلك القوة اللي تكمل بيها. الفكرة الثالثة وهي ليه كل ده بيحصل لي وليه أنا بس اللي بمر بكده. وقال الكاتب إن شعب الله في البرية كانوا مليانين بأفكار تذمر وشكوى، ونسيوا يشكروا الله من أجل صلاحه معاهم ومعجزاته اللي صنعها معاهم طول الطريق. فالتذمر والشكوى اللي بتخرج في كلماتنا بتكون نتيجة أفكار غلط ملانة بيها إبليس عن الله وعن ظروفنا وحياتنا. ونصح الكاتب إنك تحارب أفكار التذمر بالشكر مهما كانت الظروف، وصلي ربنا يفتح عينك على خيره ومراحمه الجديدة في كل يوم. الفكرة الرابعة، أنا مش قادر أنتظر أكتر من كده. كتير من أولاد الله بسبب أفكارهم بيحاولوا يحققوا وعود ربنا ليهم بنفسهم، بدل ما ينتظروا بصبر ربنا يحقق الوعد ليهم في وقته وبطريقته. ووضح الكاتب إن الصبر والتأني من ثمار الروح القدس، وهو القدرة على الانتظار بقلب شاكر. إذا كنت من أصحاب الفكرة دي، صلي لربنا إنه يعلمك الانتظار بصبر، وإنك ما تسبقش خطواته وتتعلم تسيب زمام الأمور لربنا، وهو اللي يحدد الوقت المناسب لإتمام الأمر. الفكرة الخامسة هي إن أنا ممكن أكون غلطان بس الذنب مش ذنبي. ودي مشكلة من بداية الخليقة لما واجه الله آدم وحواء بخطيتهم، رمى كل منهم اللوم على الآخر وعلى ربنا. وهي دي المشكلة، إني أتملي بفكرة إن أنا مش غلطان لكن الآخر هو اللي غلطان، أو الظروف خارجة عن إرادتي. ونتيجة للفكرة دي بنرفض نتحمل مسؤولية تصرفاتنا ونرمي اللوم على الآخرين. ونصح الكاتب انتبه لأفكارك، لأن إبليس بيبني حصون جواها بتمنع إنك تشوف الحق، لأنه عارف إن الحق بيحرر. واجه حقيقة نفسك وتصرفاتك واعترف بغلطك، وثق إن الله قادر يغفر لك. الفكرة السادسة هي إن حياتي صعبة، أنا حاسس بالأسف على نفسي. شعب الله في البرية كانوا بيعانوا من رثاء النفس عند أي مشكلة بيمروا بيها، ولما بنمر بموقف صعب وتتجرح مشاعرنا بيبعت إبليس جنوده ويهمس في أذهاننا بأكاذيب عشان نرتل نفسنا ونتسجن جوه الفكرة دي. لكن وضح الكاتب إن الله عايز يملاك بروح التشجيع والأمل، وإنك تتعامل مع اللي خيب أملك مش تستسلم ليه. وبص للأمر من وجهة نظر الآخر، وارفض كل أكاذيب بيملاك بيها إبليس، وانسى الأمر وابتدي من جديد بمعونة ربنا.
وفي الآخر قال الكاتب: احذر من الأفكار السلبية اللي بيملى بيها إبليس ذهنك عن نفسك وعن ظروفك وعن الآخرين، لأن كتير اتدمرت حياتهم بسبب أفكارهم. راقب أفكارك وامتحنها في محضر ربنا، لأن أفكارك هي المسؤولة عن تصرفاتك ومشاعرك وكلامك. وصلي دايما إن تكون أفكارك زي فكر المسيح. الفكرة خلصت، لكن الكتاب مليان بالتفاصيل. بنشجعك تشتريه وتقراه، وأكيد هتستفاد أكتر لما تطلع عليه. ربنا معاك.